قال اتفضل. السلام عليكم. وعليك السلام سيادة المعمم. الله يخليك، الله يوديك. اتفضل. شو ماذا السؤال؟ استفادت الأمة من واحنا معرفة الأئمة للغيب؟ شو السؤال؟ ماذا استفادت شنو؟ الأمة من معرفة الأئمة للغيب؟ ماذا استفادت الأمة من معرفة من الأئمة معرفة للغيب؟ الأئمة للغيب؟ امم يا أخي نشوف أول مرة الغيب شنو؟ نعرف الغيب أول مرة شنو؟ والله براحتك أنت بقى، شوف أنتوا الغيب اللي بتتكلموا فيه وقول لي عليه. إحنا الغيب نعرفه كما عرفه القرآن، ولا ما نعرفه كيفنا؟ يعني إيه هو؟ معنى معلش واحدة. إيه هو الغيب الذي واحدة. تعلموه الأئمة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قول لنا عليه اتفضل. لا احنا الغيب ليس المقصود بالمعنى الدارج عند العوام اللي يا أستاذ سؤالي واضح وصريح. ما هو الغيب الذي علمه علي أو استأثر به دون البشر؟ تفضل. حتى نعرفه. هي الله عز وجل يقول عن الغيب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. سيادة المعمم ركز في سؤالي لو سمحت. سيادة المعمم السؤال واضح، بس انت ما تخليني اجاوب. سيادة المعمم انت الان تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم علم علي بعض الغيب، صح؟ الذي علمه الله له. انا دلوقتي الله علم النبي، فالنبي علم علي. ايه هو الغيب اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي؟ ايه هو؟ واحدة. إذا ثبت ما نبقى لا حول ولا قوة إلا بالله. انت لا يا اخوانا هو انا اسئلتي اسئلتي بتكلم بالهيروغليفي مثلا. انت اسئلتك اكثر من حد بيها، اكثر من حد. سؤالك مو يا حد سيادة المعلم، انت تدخل متعصب اليومين دول مش عارف ليه. انت الان تقول ان النبي علم علي بعض الغيب. ما هو الغيب الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي؟ حتى انت تقول حتى مو بس معلم العلي، مو بس الامام علي علمه، حتى الاصحاب بعض الاصحاب علموه. يبقى كده كلهم مشتركين في علم الغيب. يبقى كده كله يعني علي زي عمر زي ابي بكر الصديق زي ابو هريره زي سيدنا حذيفه زيهم كلهم، صح؟ ولكن يتفاوتون في الدرجات. نعم. فين بقى؟ ما انا عايز بقى اتفاوت دلوقتي. انا هقول لحضرتك حاجه. انا دلوقتي عندي طلبه، ماشي؟ الطلبه دول متفاوتون في ايه؟ في المعرفه وفي العلم. فبحط ده امتحان، يحط ده امتحان حسب نسبه ذكائه او علمه، وده امتحان وده امتحان وده امتحان. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم الغيب لعلي بن ابي طالب علمه اشياء ليست عند مين؟ عند الصحابه الباقيين، متفاوته زي ما حضرتك قلت كده. فما هو العلم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي؟ لا 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 هو الغيب مو علوم. الغيب مو علوم، وانما هاي التسميه علم الغيب من باب التسميه. الغيب مو علوم، الغيب غيب الشهاده. الغيب معناته حدث متوقع الوقوع. الغيب هو حدث متوقع الوقوع، مره سابقا ومره لاحقا، ومره يمحو الله ما يشاء ويثبت، مره الله يمحيه. هو الغيب مو علوم، يعني هاي العلوم بقيه العلوم. يعني مثلا اضرب لك مثال بسيط. يعني الله عز وجل يقول للنبي افإن مات او قتل، زين هو النبي لو ميت لو مقتول، هاي القوي على الله لما يجاوب صح. يا اخي مو احنا خلينا. وانت الغيب تتصور مثل شيء السينمائي باكر شو يصير، مو هيش الغيب حبيبي، حتى نعرف الغيب. والا اقول لك اسمح لي، بطل الثواب بالعقاب. يعني اسماعيل بن ابراهيم اذا يعرف ما يموت ماكو فضيله. من قال لابراهيم لو يذبح ابنك ويعرفه ما يموت، شو الفضيله عند ابراهيم حبيبي؟ وخلينا في الغيب اكو لا يرد ولا يبدل، مثل يوم القيامه غيب متوقع الوقوع. هو انا سالتك انا عايز اسال انا بس هو انا سالتك اشرح لي معنى الغيب. انا سالتك السؤال ده، قلت ده اشرح لي معنى الغيب. انا سالتك قلت لك اشرح لي معنى الغيب. انا السؤال اللي انا سالته الا وهو ما هو الغيب الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي دون الصحابه رضي الله عنهم جميعا؟ انت جاي تجاوب، انت تجاوب
نفس السؤال، تقول لي ما هو الغيب وتاي تقول لي شو الغيب اللي علمه. انت جاي تطرح نفس الشبهه. انا خلصت ضميري عشان الاخوه بتقول لي انت ما بتسيبهمش يكملوا، اديني خليته كمل ونمت وشخرت وقمت كمان ولسه ما جاوبش على السؤال. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.